وبكده ومجرد ما ضغطت على اللينك تم تحديد موقعك بالملي، نفس المكان اللي انت موجود فيه حاليا، مش الدايرة المحيطة، جايب موقع تليفونك بالظبط. ومش بس كده، زي ما قلنا عندنا شوية معلومات تانية بتكون عن الديفايس او التليفون اللي انت فتحت منه اللينك، وكمان الاي بي بتاعك اللي يقدر بعد كده يستخدمه عليك بشكل خاطئ ويستغلك او يهددك. السلام عليكم واهلا بيكم في فيديو جديد. في الفيديو ده ان شاء الله هنشرح ازاي الهاكرز بيقدروا ان هم يحددوا موقعك بدقة عالية جدا من خلال ان هم يبعتوا لك لينك او رابط باي حاجة تتخيلها، سواء جروب واتساب، تليجرام، او حتى لينك كاستم محدد مخصص يقدروا هم يشكل زي ما هم عايزين. مجرد ما بتضغط على اللينك بيتم تحديد موقعك بدقة عالية جدا، وده الاهم. لكن بيكون في بيانات تانية مهمة بتروح لهم، زي البابليك اي بي، الاي بي الخارجي بتاعك، زي معلومات التليفون كلها وممكن نوعه كمان. وفي الغالب بيحصلوا على البيانات دي من غرض تهديدك. فالغرض من الفيديو ده هو الامان وزيادة الوعي، وبنخلي المسؤولية تماما من سوء الاستخدام او الاستخدام لاغراض شخصية. وكمان ما تنساش ان استخدام الاغراض دي هيعرضك لمساءلة قانونية. يلا بينا. احنا ان شاء الله باذن الله هنستخدم نظام كالي لينكس. هنستخدم اداتين معانا مهمين جدا. الاداة الاولى هي اداة سيكر، اللي من خلالها هنعرف نكريت اللينك، وهنستخدم اداة نجروك عشان نعرف نعمل عملية الخارجية. اول خطوة معانا ان احنا هنروح للمتصفح عندنا ونكتب سيكر جيت هاب، انتر، وهندخل على اللينك او الرابط التاني. هننزل تحت خطوتين كده هنلاقي الانستول او عملية التنزيل. ببساطة هنفتح التيرمينال بتاعتنا. كبر لكم الخط كده شوية، سودو اس يو عشان ما ياخدش صلاحيات الروت كل شوية واحنا شغالين. الباسورد كلير. في عملية الانستليشن اول حاجة ان احنا بنعمل جيت كلون او ان احنا بننزل الاداة. تمام، كنترول سي، وهنيجي على التيرمينال كنترول شيفت في عشان نعرف نعمل بيست، انتر. هنا بيقول لي ان الاداة اوريدي موجودة عندك، تمام، في الدايركت ده. طيب، تاني امر ان انا بدخل داخل المسار او ملف الاداة، كنترول سي، كنترول شيفت في، ثم انتر. تالت امر معانا ان انا بعمل شي مود للادوات او بنعمل تثبيت للملفات الداخلية للاداة. انا مش هستخدم الامر ده لان اوريدي عملته، بس عادي ممكن استخدمه علشانكم. كنترول شيفت في ثم انتر. اخر امر معانا وهو كنترول شيفت في انستول دوت اس اتش. تمام. هو هنا اصلا انا عامل كل الحاجات دي، بس بعملها كده لغرض ان انا اعرفك بتتثبت ازاي. هعمل كنترول سي عشان انا مش عايز الحاجات دي، كلير عشان نحذف كل ده. ولكن افتكروا ان احنا داخل اداة سكر. تمام، تمام جدا. هنفتح نيو تاب، هنعمل تاب تانية عشان ننزل فيها النجروك. هنكبر الخط كده شويتين مع سودو اس يو، وهنكتب الباسورد بتاعنا وبعدين كلير، ثم هندخل على المتصفح ونكتب نجروك. طبعا هنعمل ساين اب او هنسجل في الموقع، حاجة زي كده يعني. احنا كبرنا على فكرة ان انا اشرحها. تمام، تمام جدا. هعمل لوجن لان انا مسجل اوريدي في الموقع. الموقع هيفتح معاك على نفس الخانة دي، وهيفهم ان انت داخل من متصفح او من نظام لينكس، فهيجيب لك طريقة التحميل. طريقة التحميل 3 اوامر بس. في طريقة تانية ان انت تعمل داونلود للملف وتعمل له اكستراكت او استخراج، وفي طريقة جاهزة ان انت تنزله بالاكواد على طول. ان انت هتعمل هنا كده كوبي، وهتروح للتيرمينال اللي احنا فتحناها هنا وتعمل كنترول شيفت في، وبعدين هتدوس انتر. طبعا انا مش عايز اعمل الخطوة دي عشان هي اوريدي موجودة عندي في المسار ده، فمش عايز انزلها تاني والدنيا تبوظ عندي. تمام، ده كده بالنسبة لي اول امر. تاني امر معانا هو ان احنا نعمل configuration للفايل، عن طريق ان احنا بعد ما نعمل داونلود من خلال الامر ده هناخد امر النجروك auth token،
وهنروح برضو نكتبه في نفس الترمينال دي اللي هي بتاعة النجروك. بعدين هناخد الامر التالت اللي احنا هنبدأ نشغل بيه الاداة، والامر ده عادي انا هاخده وهكتبه لان زي ما قلت لكم الاداة متفعلة متنزلة، نزلتها وفعلتها. كنترول شيفت في، ولكن انا بستخدم بورت 8080، هو الديفولت اعتقد 80، انا بستخدم بورت 8080. هدوس انتر علشان اشغل زي ما انتم شايفين كده النجروك عندي. تمام جدا. النسخة دي هي النسخة الفري، انصحك وبشدة ان انت تستخدم النسخة المدفوعة. النسخة المدفوعة اولا مش بتجيب اي تحذيرات للشخص اللي انت هتبعت له اللينك، ده رقم واحد. رقم اتنين، ان انت بعد ما تقفل نظام اللينكس ينفع ان انت تبعت اللينك، لكن اللينك ده بيبقى لازم على ان انت بتستخدم نسخة فري ان هو يتبعت والنظام ده شغال عندك. احنا بنفعل او بندفع من خلال عملية الدفع هنا، وبنيجي هنا نعمل ابجريد. بيقول لك اهو $5 في الشهر، كلام فاضي خالص يعني. ماشي، الاداة بقى بيتم استخدامها ازاي؟ لما نيجي هنا في الاستخدام بتاع الاداة، ان احنا بنكتب سيكر دوت بي واي داش اتش، ده الامر داش اتش ده اللي بيجيب لنا اوامر الاداة كلها اللي هو الهيلب. الداش كي اللي هو الكي ام ال، ده اللي من خلاله اللي هو الفايل نيم اللي من خلاله بنعرف نحدد الموقع على جوجل ايرث بدقة عالية جدا، اللي هو بيجيب لك المكان والبيت بالتحديد. داش بي اللي هو البورت اللي انت هتستخدم عليه، الديفولت بيكون 8080، اسف انا كنت افتكره 80. الداش يو هو الابديت، لو الاداة عايزة اي ابديت. الداش في هو الفيرجن او الاصدار بتاع الاداة لو محتاجة تتجدد عادي. الداش تي هو التمبلت اللي احنا بنستخدمه، اللي هو الاندكس على اللي هيظهر للفيكتيم. هيظهر للفيكتيم ازاي؟ عن طريق اللينك اللي انت هتبعته له. طيب الداش دي اللي هو الدبل اتش تي تي بي، اللي هو بيقول لك disable auto اتش تي تي بي redirection، اللي هو البروتوكول اللي احنا بنستخدمه. تمام جدا. نرجع ل التيرمينال بتاعتنا ونبدأ ان احنا نشغل الاداة عن طريق الامر بايثون 3 سيكر دوت بي واي داش بي 8080 والداش كي ثم جوجل ماب ثم انتر. بيقول لنا عايز تعمل اللينك ده يبقى عبارة عن ايه او يظهر ازاي. فالطريقة الاولى عندنا هي جوجل درايف، ان انت تبعت ملف جوجل درايف. الطريقة التانية للواتساب، ان انت تبعت ملف يكون شكل واتساب، مش ملف، اسف، لينك لما يدوس عليه يفتح له واتساب ريدايركت. عندنا تليجرام، ده برضو لما بيدوس عليه بيدخله لجروب تليجرام انت اللي بتحدده. عندنا زوم ميتنج. وفي هنا كاستم لينك، او ان انت تقدر تعمل لينك مخصص، يعني بدل ما تعمل تليجرام وواتساب لا ممكن تعمل يوتيوب وفيسبوك ايا كان. يعني احنا هنستخدم التمبلتس الجاهزة، مثلا تليجرام رقم 4 ثم انتر. هنا بيقول لنا اكتب التايتل بتاع الجروب او اسم الجروب ده هيكون اسمه ايه. فانا مثلا هسمي الجروب ده ماني وبعدين انتر. بيقول لي هنا ايمج باث، ده الصورة اللي هتظهر للشخص على الجروب، يعني عايز الجروب ده يبقى ليه صورة، فالصورة دي هتكون ايه. هنيجي هنا ونبحث مثلا عن نكتب برضو ماني هنيجي على الصور وعايزين صورة كده تكون حجمها صغير 30 في 30. هندخل مثلا على الصورة دي وهاخد copy image link، ثم هنروح راحت فين الترمينال، هنعمل كنترول شيفت في. نكبر شوية كده، معرفش بس اعتقد اللينك ده ممكن ما يشتغلش، بس ماشي لو ما اشتغلش هنعيد الموضوع تاني. انتر. هنا بيقول لي الجروب ديسكريبشن، يعني الديسكريبشن الخاص بالجروب. هنكتب له مثلا learn earn money، يعني اتعلم ازاي تحصل على الاموال. ثم انتر. هنا بيقول لك عدد، عايز الجروب ده يبقى عدد الناس كام او ظاهر ان عدد الناس كام. هنقول له مثلا والله 10,000. هيقول لك هنا عايز عدد المتصلين الاونلاين، هقول له مثلا عايزهم 600 يبقى ظاهرين ان هم فاتحين. هنا بيقول لك ان البورت 80 شغال والسيرفر بيشتغل. كده اصبحت كل حاجة عندنا جاهزة ان احنا نجرب. هنيجي على النجروك وهناخد اللينك ده كده copy link address،
وهنروح نعمل له نغير شكله، لان هو اللينك هنا شايفين مكتوب ايه، لينك طويل كده ومكتوب في نيجروك دوت او سلاش فري. فاحنا عايزين نغير شكل اللينك ده. احنا هنستخدم هنا موقع URL شورت لينك. تمام. في بقى حاجة لو انتوا قلتولي عليها في التعليقات، في اداة هنا في النظام لينكس بتعمل او بتغير شكل اللينك، فبالتالي انت لما تحط لها اللينك تقدر تخلي اللينك ده مثلا مكتوب فيه الكلام اللي انت عايزه، بحيث انه لما يظهر للفيكتيم يكون ظاهر بشكل انيق ومش في اي كلام يدل على ان هو لينك بتاع ادوات او تولز. تمام. هنعمل بيست وشورت، فجاب لي كده اللينك ده، هقول له اهو دي copy URL. بعدين انا هفتح هنا التليجرام عشان ابعت اللينك ده عندي على التليفون، وافتحه من على التليفون بتاعي. لو خدنا بالنا كده يا شباب، ده اللينك زي ما انتوا شايفين كده، مجرد ما ندوس عليه بس. انا هروح افتحه من على التليفون. تمام. زي ما انتوا شايفين كده، ده شكل اللينك اول ما يدوس عليه. وطبعا بعد ما يدوس للانضمام لجروب التليجرام هيقول له ان عدد الاعضاء في الجروب اكتمل، او في خطأ، او اليوزر غير صحيح. تمام. هو كده خلاص. انت دوست على اللينك، هتيجي تنضم للجروب. مفيش جروبات اصلا، انت كده جايب له اهو ان ال HTTP request. تمام. كل حاجة ناجحة. هنيجي على الأداة. بسم الله الرحمن الرحيم. كده تعالوا معايا كده نشوف او نعد المعلومات اللي حصل عليها. اولا احنا عندنا معلومات الجهاز، الديفايس انفورميشن اللي هو دخل على اللينك. عندنا معلومات الاي بي اللي احنا خدناه من التليفون. والمعلومات التالتة هنا اللي هي بتكون معلومات الموقع. هنا بيقول لي ان اليوزر فشل في الحصول على معلومات الموقع. لكن هنعرف نجيبها ازاي من خلال الملف ده. تمام. من جوجل ايرث. هعرفكم دلوقتي ان هو مجرد ما داس على اللينك، سواء استمر في التصفح او لا، هنعرف ازاي بيحدد موقعك بشكل دقيق جدا. مبدئيا في الديفايس انفورميشن الاو اس اللي هو اندرويد 15. هنا بيقول لك معلومات كده عن التليفون زي السي بي يو كور والرام والجي بي يو والجي بي يو اللي هو المعالج بتاع التليفون، والبابليك اي بي، اخفي لي الحته دي يا مصطفى، والبراوسر الخاص بيه اللي فتح من عليه اللينك. طبعا المعلومات دي لو خدتها كده وقلت لشات جي بي تي التليفون ده نوعه ايه، هيقول لك نوعه ايه بكل بساطه. يعني ده لو عايز تعرف التليفون نوعه ايه. تاني حاجه عندنا هي الاي بي انفورميشن. بيقول لك ان القاره افريقيا، الدوله ايجيبت، المحافظه او السيتي فيوم، ونوع الانترنت اللي انا مشترك فيه اللي هو التليفون لما فتح عليه تي اي داتا. هنا المفروض بيكون عندنا خانة فيها معلومات الموقع، لكن انا اتعمدت ان انا بعد ما ادوس على اللينك اطلع من المتصفح، مش عايز اكمل تصفح. فمجرد ما ادوس على اللينك في حاجة هنا عندنا اسمها اتسيفت، اللي هو ملف الكي تي ال. فهنجيب بقى الموقع ازاي؟ والله بيقول لنا هنروح على جوجل ايرث، انتر، هندخل على جوجل ايرث، هيظهر معاك بالشكل ده. هنضغط على نيو، ده الملف القديم. هندوس على اوبن، وبعدين هنبدأ نحدد له الملف زي ما انتوا شايفين كده. الملف ده بيكون موجود فين؟ في أداة سكر. أداة سكر عندي في ال TWM3 الأداة اهو. داخل الأداة أول ما نضغط على الأداة أو نفتح الفولدر هنلاقي الملف اللي هو الخاص بجوجل ماب أو جوجل ايرث، ثم هنعمل له اوبن. هيبدأ يظهر معانا التارجت لوكيشن بالملي. وبكده ومجرد ما ضغطت على اللينك تم تحديد موقعك بالملي، نفس المكان اللي انت موجود فيه حاليا، مش الدايرة المحيطة. جايب موقع تليفونك بالظبط. ومش بس كده، زي ما قلنا عندنا شوية معلومات تانية بتكون عن الديفايس او التليفون اللي انت فتحت منه اللينك، وكمان الاي بي بتاعك اللي يقدر بعد كده يستخدمه عليك بشكل خاطئ ويستغلك او يهددك. ولحد هنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، وسلام.